الفلاحة الطبيعية كتعطي للفلاح امتيازات كثيرة باش يحصل على أرض غنية ومنتوج جيد. ومع الفلاحة الطبيعية يمكن للفلاحة يستغلوا الشياطة ديال الكوزينة ديالهم والنباتات والأعشاب اللي زايدة في الجردة وحتى أوراق الشجر والعواد اللي كيبان لنا أنها ما عندها نفع. لكن هادشي كامل يمكن لنا نستعملوه في الكومبوست اللي سميتو بالعربية السماد الطبيعي بواحد الطريقة سهلة، وهي التخمر الهوائي. كنستطيعوا نرجعوا للتربه ديالنا المواد العضويه اللي كتغذى عليها النباتات وكتستافد منها لمده طويله. اول حاجه كنديروا على حساب الارض، يعني كنختاروا المكان. الا كانت عندي شي بلاصه مضلله كيكون احسن، ما عنديش راه كندير في اي بلاصه ومن بعد كنغطيه. باش نبدا كندير كنشوف الارض ديالي الا كانت طينيه، يعني الا كبيت فيها الماء كيبقى الفوق، ما خصنيش ندير الحفره. كنجي غير كنطراسي وكندير نبدا خدام فوق الارض. كانت عندي ارض بحال هذه يعني اللي كنكب الماء وكيمشي، يعني كندير واحد الحفيره اللي بقات تشد ليا الماء باش تجمع. هاد الحفره هذه كندير فيها تقريبا متر و20 في العرض ديالها و3 متر في الطول ديالها، 21 سنتيم في الغرق. كنرشوا بالماء هو الاول ياك. هنا قلتو كنبداو بالحاجه الناشفه، من بعد نرشوها بالماء. كنتبعها شي حاجه اللي هي فيها الازوت كما قلنا، يا اما شي مواد اللي هي خضراء يا اما الغبار. كنبقاو قد ما كنجيب ما كنزيد طبقات الجناب ضروري خصني كندور عليهم باش يجيو مقادين مزيان، باش من بعد كيطلع ليا مقاد. يعني هنا بدا كيبان لكم الشكل اللي غادي يمشي عليه. هنا بطبيعه الحال شنو خصنا؟ يعني الماء. ومن بين النباتات اللي يمكن نستعملوها منين كنبغيو نصيبوا الكومبوست او الغبار، الحريقه. هاد النبته كتساهم على الشياطه ديال الخضره والمسائل اللي هي زايده في الارض ديالنا في تغذيه التربه بالمواد العضويه اللي كتمتصها تدريجيا. المواد اللي هي غنيه بالازوت هما المواد اللي هي خضراء، وكاينه واحد النبته اللي هي نيت غنيه يعني اللي هي الحريقه. يعني واحد النبته اللي ممكن نستعملوها، يعني نقدر نديروها كنبته داخل الكومبوست. يعني هي كتنشط هذوك المتعضيات المجهريه، كتخليهم انهم يخدموا احسن. او لا ممكن نديرها كمحلول، يعني هذا كيتسمى محلول ديال الحريقه، ممكن كيتصاوب حتى هو بطريقته. عاد ممكن نديرو نرش به الغبار ديالي. من بعد ما كنساليو من الطياب ديال الكومبوست خاصنا نغطيوه من الشمس والبرد باش ما يكرمش، ونبقاو دائما نراقبوه، وكل ما بدا ينشف كنسقيوه من الفوق. ومن بعد 15 يوم كنقلبوه في حفره اخرى ونخلطوه باش يعاود يتحلل ويندمج ويكون جاهز باش نستعملوه في التربه. ولا كنشدوها كنجمعوها وكتعطينا في الاخر واحد الماده اللي هي كومبوست، اللي هي مهمه بزاف اللي كتستعمل في الارض. بالنسبه لهذا الغبار هذا راه قادر انه يعوض هذيك الاسمده الكيميائيه اللي كتباع يعني في اللي كيخسروا عليها الفلاحه الفلوس. يعني هذا قاد انه يعوضها وبمواد اللي هي بسيطه اللي متوجده عند الفلاح.